صباح الفل. حضرتك تشرب ايه؟ عندنا بانجا، عندنا فراولة، عندنا جوافة، وعندنا موز باللبن. ده احلى صباح ده ولا ايه؟ اي حاجه تتشرب من ايدك. ماشي، بس لازم اعرف يعني حضرتك هتشرب ايه؟ خليها فراوله عشان بحب اللون الاحمر. ماشي حضرتك، بعد اذنك. استني، امسكي. امسكي ال 200 جنيه دي، خليها عشانك. لا، ما في نظام هنا في الكافيه. بيقولوا بقى ان انا ما ينفعش اخد تبس من الناس اللي هنا. بعد اذنك. لا استني بس، تبس ايه؟ دي مش تبس خالص. امسكي دي عشانك انت، بعيد عن المشاريب وبعيد عن اي حاجه. امسكي عشان بصراحه كده من اول ما شفتك وانا ارتحت لك، فدي حلال عليكي. ما انا قلت لحضرتك انا مش باخد تبس هنا، فما تحرجنيش اكتر من كده. شكلك بجحه وهتردك الا كلمه بكلمتها، صح؟ بجحة؟ اه، عشان اعلمك ازاي ابقى ترد كويس. انت ايه اتجننت يا بنت؟ فين صاحب المكان لو سمحت؟ ايه اللي حضرتك عملته ده؟ خير يا فندم. فات التبس. استني ندى. هو مش المفروض ان ده مكان محترم ويشغل فيه ناس محترمه؟ لا طبعا يا استاذ، هو المكان محترم، بس حصل منها اي حاجه ضايقتك؟ دي بجحه بدها تبس 20 جنيه، بتقول لي لا عايزه 50 جنيه. حضرتك انت شخص كذاب. اتفضل، شوف بتقول ايه وبترد. احترمي نفسك يا ندى. بعدين احنا اصلا مانعين حكايه التبس. اساسا كان هيديني 200 جنيه بقى تبس، وانا قلت له لا انا مش باخد تبس، والمكان منع ان التبس. عشان كده بقى راح زعل صوته وزعق عشان الراجل هيدفع فلوس، يعني وفي واحد هيدفع فلوس من جيبه ويبقى زعلان؟ ايه كنت ولا ايه؟ ولا ايه يا مدير؟ انا مشتغله ما عندك بقالي سنتين وعمرك ما شفت مني حاجه وحشه. طب انت ايه اللي حصل لك؟ انا واقفه بقول له تشرب ايه؟ قال لها اشرب فراوله وانا معجب بيكي وخد ال 200 جنيه دي تبس، وقلت له المكان رافض يدي ان احنا ناخد تبس من الناس. واضح انها بجحه فعلا وبترد كل كلمه بكلمتها. لا وبتكدبنا وبترمي بلاها. لا انا مش انا بقى اصور المكان ده وشهر بقول ان هو مكان مش كويس واللي فيه مش كويس. اوعى كده بس. حقك عليا يا استاذ، انا اسف يا استاذ وحقك عليا، وشوف اللي يرضيك يا حضرتك، حتى لو عايز نمشيها من الشغل نمشيها. يبقى هي هتمشي من هنا. هتمشيني يا استاذ عماد؟ يلا اطلع بره، يلا امشي، هات الصينيه يلا. انا مش هقول لكم غير كلمه واحده، حسب الله ونعم الوكيل فيك وفيك. طب يلا. شوف البجاحه. انا اسف يا استاذ، حضرتك تؤمر بايه؟ شويه بقى مش قادر، نفسي تصدق. تحت امر حضرتك، بعد اذنك. اتفضل. ندى يا ندى، استني يا ندى. ايه جاي تكمل باقي تهزيج ولا ايه؟ لا يا ندى، انا جاي اكمل باقي تهزيه ولا اي حاجه. انا عارف ان انت مظلومه، وعارف هو اللي جه عليك. انت عمرك ما جبت اي مشكله. امال ما دفعتش عني ليه ان شاء الله؟ سامحيني يا ندى، انت شفته كان هيعمل ايه؟ كان هيصور، ولو صور المكان وفعلا ورفعه على النت كنت انا برضه هتضر وكنت همشي برضه. الاداره انت عارفه كانت هتمشيني وهتمشيك، فاضطريت ان انا اعمل كده. بس ده ما يرضيش ربنا، وربنا برضه هيجيب لي حقي. وممكن في يوم من الايام هيجي واحد ملعون برضه زي ده وهيمشيك من الشغل، عشان ربنا بيرجع الحقوق في الدنيا وفي الاخره. عندك حق، بس سامحيني على اللي حصل. امسكي يا ندى. ده بقيت حسابك، متفضلش. ودول من عندي ليك. مش باخد اكتر من حقي، معلش. وحقي بقى من عند ربنا، وانا واثقه ان ربنا هيجيب لي حقي منك انت ومنه هو. طب اسمعي بس يا ندى، انا والله كان غصب عني. طب افرضي اصلا لو كان صور المكان فعلا وكان عمل اللي كان عمله ده، الاداره كانت هتعمل ايه؟ كانت هترفدني وهترفدني. الحاج بيظهر في الاخر يا استاذ عماد، وده اللي علمته لنا. وزي انت بتقول لي ان انا ما اقبلش تبس، وجاي دلوقتي تديني فلوس عشان ترشيني ان انا ما اتكلمش. لا مش عشان ما تتكلميش، انت بالفعل كده هتمشي، بس انا عارف ان انت متغربه عن بعيد عن اهلك وجايه هنا عشان تشتغلي، وعقبال ما لسه ما تدوري على شغل هتصرفي وممكن تاخدي وقت كتير. انا بقالي سنتين شغاله معاك وانا ما باخدش اكتر من حقي، وانا قلت حقي عند ربنا وربنا يجيب لي حقي، حسب الله ونعم الوكيل. بعد اذنك. انا كنت اعمل ايه؟ وفعلا الاستاذ الظالم ده لو كان صور المكان فعلا وكان نشره على النت فعلا كنت انا برضه هتضر، ويبقى انا وانت يبقى في الشارع. سامحيني بقى، كنت اعمل ايه؟ بقول لك ايه يا ابني، شفت الكافيه اللي بنقعد عليه؟ فيه بنت كده خارجه منه دلوقتي لابسه لبس ويتر كده، عايزك تتابعها لي وتشوف هتروح فين.
تمام. لا عشان البت دي انا خلاص حطيتها في دماغي ومش هسيبها. ماشي، سلام. تشرب ايه حضرتك؟ لا خلاص مش هشرب حاجة، نفسي السد. هو هيعمل فينا ده ايه؟ والبنت دي المسكينه دي ما عملتلوش اي حاجه، يعني كده كده مش ناوي يسيبها في حالها ولا ايه؟ يا بنتي مسكينه ومنكسر. وبعدين البني ادم ده مش ناوي يجيبها لبره وحط البنت في دماغه، والبنت دي مسكينه ولوحدها. طب انا لازم انبهها، انا ارن عليها احسن هي تتصرف. ايه ده؟ مغلق؟ طب والعمل؟ انا لازم انقذها او لازم اعرفها على الاقل. يا دولي خد بالك عقبال ما اجي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك بقول لك ان استاذ مصطفى بعتني هنا عشان انتوا محتاجين شغاله يعني. انت الشغاله الجديده يعني؟ انا شغاله جديده. طيب ماشي، هبلغ بس الست هانم وراجع لي. حاضر، انا مستنياك هنا. ماشي. يا رب يقبلوني يا رب، ده عايشه الشغلانه وبيرفضوني. ان شاء الله انا واثقه من ربنا ان انا هشتغل هنا. لا خلاص ما تقلقش. ايوه انت عارف ان الفلوس دي طالعه لله. لا ما تاثرش مع اي حد. طيب خلاص هبقى اكلمك تاني. تمام. سلام. خير يا محمد. بقول لك يا حاج، الاستاذ مصطفى كان باعت البنت اللي هتشتغل هنا في الفيلا، شغاله يعني. كويس. هي فين؟ موقفها على الباب. ليه كده يا محمد؟ حضرتك فاهمين، دي بنت لسه ما نعرفهاش، ما نعرفش اصلا من الفصل، فممكن تمد ايدها على اي حاجه من الفيلا. ما تثقيش فيها جامد كده، انت بس عشان طيبه وفكر ان الناس كلها طيبه زيك. وانت عشان كويس ومحترم وبتخاف علينا بتقولي كده، بس انا مش عايزاك تقلق. انا مش صغيره وبعدين بفهم الناس كويس قوي، والا ما كنتش شغلتك مع عندنا. ده شرف ليا ان انا اشتغل عند حضرتك، بس برضه حضرتك ممكن تقلعي خاتم تحط هنا على السفره كده. الدهب يعني في كل مكان في الفيلا، ربنا يزيدك. الله يخليك. لا تعرف البنت دي تطلع مش امينه ولا كويسه تمد ايدها على حاجه. ان شاء الله خير وما تقلقش، المال الحلال عليه حارس. ونعم بالله حضرتك، بس انا ما يعني ايه. دخلها يا محمد وما تقلقش. طب ما معلش اخليها واقفه على الباب وحضرتك تعملي مكالمه تتصل بالاستاذ مصطفى يعني تاكدي عليه البنت دي نظامها ايه. محمد انا ما بحبش الكلام الكتير، من فضلك دخلها. لا ماشي حاضر يا استاذه، حاضر تحت امرك. طيب يا محمد، خايف علينا وعلى فلوسنا، انا مقدره ده، بس ما تقلقش ان شاء الله تطلع كويسه. يا رب انا عارفه ان انت هتجبر بخاطري. يا رب انا محتاجه الشغلانه دي، انت عارف ان انا بصرف على نفسي وبصرف على عيلتي، والنبي يا رب اجبر بخاطري وما تكسرش بخاطري ابدا. ان شاء الله خير. بقول لك انت اسمك ايه؟ انا اسمي ندى يا استاذ. ندى؟ طب انا دلوقتي قلت للحاجه جوه وقالت لي دخلها الفيلا. وافقت. استنى مش هعمل كده. ما تهدي على حالك كده شويه، في ايه؟ بقول لك يا بنتي، الناس دول ناس طيبين ومحترمين وما بيأثروش مع اي حد في اي حاجه. عينك تيجي كده ولا كده على اي حاجه من الفيلا، لا هيمشوكوا فوري. عيب يا استاذ، انا جايه من الصعيد على فكره وبعرف في الاصول كويس، وانا هنا ب100 راجل ولا ببص كده ولا ببص كده. ب100 راجل ايه؟ ما كلها رجاله هنا زي الورق. انت ايه؟ يلا تعالي وانبه عليكي، عينك في الارض مفيش دعوه بحاجه. حاضر. يلا تعالي من اولها كده، ربنا يستر. تعالى يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمك ايه؟ انا اسمي ندى ستاني. اسمك ندى، حلو يا ندى. طيب ما تقلقش يا محمد خلاص. طيب انا على البوابه، حضرتك لو احتجت حاجه نادي عليا. ماشي يا حبيبي، على مهلك. اقفل الباب وراك يا محمد. ماشي حاضر يا حاج. ما تقلقيش. تيجي نقعد؟ ماشي نقعد. تعالي اتفضلي. ايه ده؟ نقعد؟ انت سعوديه؟ سعديه. طب يلا تعالي.
تعالي يا ندى. اقعدي اقعدي. بصي يا ندى، انا اسمي الحاجه وفاء. ماشي يا حاجه. حلو. بصي يا ستي بقى، قولي لي انت اشتغلتي في بيوت قبل كده؟ بصراحه كده انا اول مره اشتغل في بيوت، بس انا جايه هنا عشان اشتغل في بيت سعادتك، عشان انا مش عايزه اشتغل في كافيهات تاني. انت كنت شغاله في كافيه؟ اه، انا اصلي من منيا. ايه اللي حصل بقى؟ اوعي تكون ايدك اتمدت على حاجه. لا والله يا ست هانم، ده انا جيت هنا اشتغلت في كافيه وقعدت سنتين ما شافوش مني اي حاجه وحشه. وكنت شايله الكافيه ده فوق راسي وكأن انا صاحبه المكان. تمام. بس جي بقى زبون ابن حرام قال لي عايز مانجا وعايز فراوله يا فراوله، وفضل يعاكسني واداني الفلوس عشان انا يرشيني، يعني ان انا امشي معاه وفي الغلط. رحت قلت له ان المكان هنا ما بيخليش ان احنا ناخد تبس. فندم المكان، انا ندم صاحب المكان، وصاحب المكان يعني ما يتوصاش، زعطني من المكان. اهم حاجه طبعا الزبون مهما كان بيكون على حق يعني بالنسبه له، يعني اقصد ان صاحب المكان عمل كده عشان خاطر يكسب زبون، ولا مش هو ده اللي حصل؟ ده اللي حصل، وحسبي الله ونعم الوكيل بقى. تمام. طب ازاي مصطفى يرشحك ليه وانت اللي مش اشتغلتيش قبل كده في بيوت؟ انا فضلت اتحايل عليه كتير، وما تقلقيش انا بحفظ كل حاجه بالظبط. انت بس تقولي لي هعمل ايه وشغلانتي هنا، وما تقلقيش مش هغلط، حتى لو غلطت تسامحيني يعني عشان انا اول مره ليا. لا ما تقلقيش خالص، انت هنا في امان زي بيتك بالظبط، واديكي بتقولي ان انت غريبه من المنيا مش من هنا، فما تقلقيش خالص. انا هعلمك تعملي ايه وهعرفك كل مكان. قولي لي بقى، انت معاكي شهاده ايه؟ انا خريجه التمريض يا ست هانم. طب كويس، ما اشتغلتيش ليه في التمريض؟ اشتغلت بس مش عايزه اقول اسباب بقى. طيب كلي. لا ما يصحش يا ست هانم. ما يصحش ايه؟ هو ايه اللي والله ابدا؟ كلي مدي ايدك. لا شكرا يا ست هانم، مش عاوزه حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب يا ستي بصي، انا اهم حاجه عندي المواعيد. انت هتباتي ولا هتروحي؟ بصراحه كده انا ماليش مكان في حته تانية. تمام، يعني هتكوني مقيمه هنا معايا. يا ريت يعني لو مش هتعب حضرتك. لا مش هتتعبيني في حاجه، هتباتي في الاوضه الخاصه بيكي، ما تقلقيش خالص. ونشوف الشغل، تصحي الصبح مثلا طبعا تحضير الفطار للبيت قبل ما يروح شغله، تمام. بعد كده تجهزي يعني شويه تجهيزات وتروقي البيت، كلها حاجات سهله. المهم انا هقوم دلوقتي عشان اعمل تليفون، اوكي، وهبقى ارجع لك تاني. خدي على المكان كده وبصي عليه وما تقلقيش، اعتبري انت في بيتك. ماشي تمام. ماشي يا ستي. تمام. باين عليها طيبه قوي. خلاص. طيب ماشي، مشوا الامور زي ما انتوا عايزين. لا الاوراق انا همضيها لما انت كده. طب سلام دلوقتي. طب يلا سلام. ايه يا ام عامله ايه؟ حبيبي الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عامل لك مفاجاه. ايه بقى المفاجاه؟ يا ترى بقى جايب لي ورده زي كل مره وتضحك عليا يا ولد؟ لا، شوكولاته؟ النضاره يا امي حبيبي يا احمد. اللي لما كنا خارجين اخر مره شفتها وعجبتك. حلوه قوي. فين علبتها ولا؟ ما انا بصراحه بقى نسيتها في العربيه، هبقى اجيبها لك. ماشي يا حبيبي. استني يا امي معلش. ايه يا ابني؟ يا ابني انت غبي. انا داخله جوه. ها ماشي يا امي. انت غبي، ازاي تغيب عن عينيك وانا قايل لك ركز؟ الله يخرب بيتك. طب هنوصل لها ازاي دلوقتي؟ ايه ده؟ اقفل. انت اللي جابك هنا يا حيوان، هو انت شغال ايه؟ لا ده انا لازم اقول للست هانم ان انت راجل مش كويس عشان خلاها تزعطك وتطردك من البيت ده. لما نشوف بقى مين اللي هيترمي بره، ده انا اللي هرميكي بره رمية الكلاب. انت بتعملي ايه هنا يا بت؟ انت اللي جابك هنا، انت بتتنطط ورايا ولا ايه؟ ولا انت مش كفايه ان انا قعدت سنتين في الكافيه وفي الاخر انت ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ هي امي بصراحه كده يا ست هانم انا عايزه اقول لك على حاجه. استني يا ام، انا بقى اللي عايز اقول لك يا امي. ايه اللي بيحصل؟ انت ايه كلامك معاها؟ في ايه؟ مش دي الشغاله الجديده؟ ايوه. بصراحه كده شكلها بنت ناس ومحترمه وكويسه وجدعه. بصي انت اخترت صح يا امي. والله مكتب استاذ مصطفى اللي باعتها النهارده، لسه هشوف الشغل بتاعها.
في ايه يا احمد؟ عملت لك ايه؟ ما عملتش حاجه، ما فيش، ده انا كنت بسالها بس اسمك ايه ولا بتاع عشان لو احتجت حاجه. طيب يا حبيبي يلا. مالكش دعوه بيها لو سمحت. بعد اذنك يا امي. في ايه يا ندى؟ مفيش حاجه يا ست هانم، ما هو زي ما قالك مفيش حاجه. اول يوم كده صوتك عالي وكمان على احمد بيه؟ بيه ليه؟ ايوه احمد بيه ابني. ابنك؟ ايوه طبعا. يعني هو مش شغال هنا؟ شغال هنا؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ معلش يا ست هانم، انا ما اعرفش بقى مين ولادك ومين اللي شغال هنا. حاجك عليا، انا اسفه. طب في ايه؟ طيب فهميني، كان بيقول لك ايه ولا ايه اللي حصل؟ لا ما فيش، بيقول لي تفاصيل الشغل وكده. قلت له الكلام مع الست هانم بقى عشان بتكسف. طيب روحي اشربي ميه. حاضر. روحي يا حبيبتي ادخلي المطبخ هنا على الشمال. هنا؟ اتفضلي. لا الموضوع شكله فيه حوار وانا لازم افهم. احمد مش من عادته ان هو يقف مع حد ويتكلم كده، وكمان صوته يعلى، وهي كمان كان صوتها عالي وبتتكلم بكل جراءة وكأنهم عارفين بعض. لازم افهم. هتعمل ايه يا احمد؟ محتاجة افهم. بقول لك ايه يا امي، هو انت مش كان نفسك تفرحي بيا بقى وان انا اخطب؟ ده يوم المنى وانت عارف. طيب خلاص، وانا لقيت اللي هخطبها. ايه ده؟ بجد يا احمد؟ بجد. ده انا بتحايل عليك بقالي كتير. طب فين يا حبيبي وبنت مين؟ ها واعرفها ولا لا؟ يلا نقوم بسرعة نروح لهم. اهدي يا امي. ايه؟ لا هنروح ولا هنيجي. طب ايه؟ البنت اللي انت جبتها شغالة دي. نعم. زي ما سمعت كده. اللي هو ازاي يعني؟ يعني ايه اللي ولد؟ او هتكون في حاجة بينكم؟ هو انت جايبها هنا عشان خاطر تصلح الغلط ولا تكون متجوزها اصلا وجايبها عشان خاطر تعرفني عليها كده وتدبسني فيها؟ حاجة ايه وجوازي وايه اللي بتتكلمي في ده؟ انت تعرف ان انا بتاع كده اصلا؟ امال ايه ده؟ يعني ايه من اول ما تشوفها تتخانق معاها وبعد كده تقول انا عايزه اتجوزها؟ لا يا امي، وفي كده؟ البنت دي مش اول مرة اشوفها. يعني ايه؟ يعني البنت دي كان شغالة في كافيه قبل ما تيجي هنا. ايوه انا عارفه الموضوع ده. وانا بقعد على الكافيه ده. وطبعا متعود ان انا مثلا بدي تبس او بسيب تبس. تمام. وجيت اديها تبس رفضت. هو انت صاحب المشكله؟ ايوه انا صاحب المشكله. ومشيت من الكافيه بسبب انا. والبنت عندها عزة نفس يا امي ما اقولكيش، واحترام ايه وادب ايه يعني. وبرغم كل اللي حصل لها ده يعني لا طلعت مثلا لفظ خارج ولا قالت اي حاجه خالص. والبنت انا شايفها كويسه وبنت ناس. يعني لو اي حد تاني انت عارفه هيفرح انه هياخد تبس. طبعا. بعدين ده انا كنت بدي 200 جنيه يعني ال 20 ولا تاني يعني هي تخلي اي حد ياخدها. والبنت برضه برغم انها مظلومه مشيت من الشغل ولا قالت حاجه ولا اتكلمت ولا فرق معاها. دي لفته كويسه بس مش معنى كده انك تخليها تتجوزك ولا انت تتجوزها. ماشي انا معاكي. وبعدين دي كرهاك اصلا وكره غيرتك. عشان خاطر الموقف اللي حصل هنا قطعت عيشها طبيعي. طب ايه بقى؟ سيبها بقى عشان فيه كده كام اختبار تاني هعملهم ونجحت فيهم يبقى هنتكل على الله وهي البنت دي اللي انا عايزها. ما نجحتش يبقى خلاص الله يسهل لها وهشيل الموضوع من دماغي. على خيرة الله بس من غير ظلم. احمد ما تقلقش يا امي. دي بنت ناس. ما تقلقيش. ماشي هثق فيك يا احمد بس اهم حاجه يا ابني اتقي الله. ونعم بالله يا امي ما تقلقيش. ماشي يا حبيبي انا واثقه في تربيتي ليك. مع الرزق. والله هي شكلها كويس وشكلها محترمه كمان ومن ساعه ما جت كده وهي دخلت قلبي وفي نفس الوقت تحسها انها جدعه كده وقويه. شكلها كده يا احمد هتكون من نصيبك. بس انا زي ما هو بيقول انا مش هفتح بقي لغايه لما هو يعمل اللي هو عايزه ويعمل الاختبارات بقى اللي هو بيقول عليها دي. يا مسهل. الحمد لله هلحق اهرب. ما هو زي ما اذاني في الكافيه اكيد هيأذيني هنا. اصل مش من حبه فيا ان هو يدافع عني ويقعدني ويشغلني هنا. انا لازم امشي. بس بقى الشجرتين دول ريحان. استنى يا بنت استنى يا بنت استنى يا عم سيبنا امشي يا عم. انت تقفل الباب ليه دلوقتي؟ انا عايزه امشي من هنا. تمشي من هنا؟ انت سابقه ايه؟ اسرق ايه بس وانت حليتكوا حاجه؟ انا عايزه امشي من هنا بس بعد اذنك يا بنت انت انا شايفك وانت بتسحبي وبتجري. ايوه
عايزه تطلعي؟ يلا هات اللي انت سرقاه ده، انا هعمل لك فضيحه هنا. يا عم انا مش معايا غير تليفوني انت- والشوكولاته جايه من البلد، ممكن بقى تمشي. شوكولاته من البلد؟ وانت جايه من البلد بشوكولاته ان شاء الله؟ امشي قدامي، امشي قدامي. مش همشي من قدامك، عايزه امشي من هنا بس معلش. بس بقول لك ايه يا بت، ادي المفتاح اهو، اهو دي المفتاح. يا عم انت مش فاهم حاجه، اقسم بالله ما فاهم حاجه، مشيني من هنا. بقول لك امشي، الحاجه لما تقول لي مشيها ولا تفتشك بقى وتشوف انت سارقه ايه يا حراميه. امشي قدامي بقى يا بت. ويسرق منك ايه يعني ان شاء الله؟ انا مش لاقي حاجه اخبطك بيها يا بت، امشي وقول لي. واه. امشي. انت مفكره هتهربي منه ولا ايه؟ ادخلي يا بت قدام. يا عم ما تزجش، قلت لك ما سرقتش حاجه، اقسم بالله ما سرقت حاجه، مشيني من ام الفيلا دي. ايه ده؟ يا ست هانم، يا حاجه وفاء. يا اخي قلت لك ما سرقتش حاجه، انا عايزه ايه ده؟ امشي من هنا. يا حاجه وفاء، في ايه؟ بس الزرع بره ولاقيها بتجري وعايزه تهرب من الفيلا. تهرب؟ سرق حاجه. ايوه. اسرق ايه اللي بيحصل؟ انا يا ست هانم رجعت في كلامي، انا مش عايزه اشتغل في بيوت. يعني ايه رجعتي في كلامك؟ انا سايباكي هنا بتشربي في المطبخ. انا بنت قلت ان انا مش عايزه اشتغل الشغلانه دي خلاص، يعني غيرت رايي. غيرت؟ انا ست عيله وغيرت في رايي. لا. انا قلت له ما سرقتش حاجه ومشيت، راح يقفل عليا الباب. ايوه لا ما هو طلعتك كده تخلي فعلا يشكوا حتى من غير ما تستأذنيني. طب بعد خلاص. اذنك يا حاج فتشيها، البت دي اكيد حراميه زي ما انا قلت لك. قلت لك ان انا مش معايا غير كيس الشوكولاته اللي بجيبه من بلدي. طيب خلاص يا محمد. الشوكولاته اكيد واخداها من هنا من الفيلا. يا محمد انا هفتشها. خلاص ماشي يا حاج، بعد تعالي. اذنك. تعالي لي. تعالي. انا عارفه انت مشيتي ليه. تعالي بس. تعالي. لتاني مره بسمع صوتك عالي في الفيلا عندي، وده اول يوم ليكي. سبحان الله عمرها ما حصلت، ولكن حابه اسمع مبرراتك. بصراحه يا ست هانم، ابنك ده ابنك جليل الحياه. نعم. ايوه جليل الحياه، هو سبب المشكله اللي كان في الكافيه اللي كنت شغاله فيه. قعدت سنتين عشان ابني مستقبلي في الكافيه ده، وهو جه في ثانيه واحده قام زعطني. يعني هو السبب في طردك من المكان؟ ايوه مش انا قلت لك يا ست هانم ان جه واحد زبون وكان عايز يديني 200 جنيه وقاعد يغازلني، ولما رفضت كب في وشي كوبايه الميه. طيب ماشي، انا هخلينا معاكي خطوه خطوه. اولا حته يغازلك دي مش ابني، تمام؟ ما تجيش منه لان انا عارفه انا مربيه كويس. تاني حاجه ال 200 جنيه ده بيكون تبس عادي يا حبيبتي. احمد متعود ان هو لما يقعد في كافيه او في اي حاجه او حتى موقف او حتى بنزينه بيدي تبس لاي حد، ده طبعه. ماشي، ما يجيش يقول لي انت عسل قوي انا معجب بيكي، طب خد ال 200 جنيه دي وخليها معاك، واقول له المكان هنا منع التبس، يقول لي لا ازاي خدها مني، هو انت تستجرئي تقفي قدامي؟ راح كبه في وشي كوبايه الميه. لا وكمان ايه، شرط على المدير ان هو يزعطني من المكان. يبقى ابنك وحش ولا لا وجليل الحياه؟ طيب وانا يا ست انا خلاص انا مش عايزه اشتغل هنا، يعني كفايه ان هو قطع عيشي هناك، هيجي يأذيني هنا، انا عايزه امشي. يا حبيبتي محدش يقدر يأذيك طالما انت معايا هنا، وانت كنت بتقولي ان انت هتباتي، يعني انت مالكيش مكان تاني. هتروحي فين دلوقتي؟ اضمن لك ان هو مش هيقدر يأذيكي ولا حتى هيعمل لك حاجه. عادي، ارض الله واسعه، زي ما لقيت اكل عيش هنا هلاقي اكل عيش في مكان تاني. يا بنتي وأنا ما انت مش- هتبقي معايا. مش هينفع اقعد هنا يا ست هانم، حقك عليا انا اسفه، انت شخصيه محترمه وانت فوق راسي، لكن ابنك ما يتأمنهوش تاني. يا حبيبتي مش هيقدر يهوب لك طول ما انا موجوده، ما تقلقيش. لا انا مش هرضى بالغلط. معلش حقك عليا يا ست هانم، ده برضو كان ده ابنك، والست طبعا مش بتطلع ابنها غلطان في كل الاوقات. ما تقلقيش، انا ما بقبلش بالغلط. معلش حقك عليا يا ست هانم، هو انا الشغلانه دي ان شاء الله تلاقي واحده احسن مني بكتير، انا مش هينفع اشتغل الشغلانه دي بعد اذنك. اهي مشيت يا احمد. طب هتجيبها منين بقى دلوقتي وتعمل اللي انت كنت عايز تعمله؟ مش عارفه. اندهله؟ يمكن يلحقها. يا احمد! احمد ايه يا ام في ايه؟ شفت اللي حصل؟ ايه؟ البنت فعلا طلعت برلند، خدت بعضها ومشيت يا احمد، ومصممه انها ما تقعدش، وجت اتكلمت معايا هنا وقالت لي لا انا ما امنش لابنك ومش هقدر اقعد معاه. نعم. ايوه طب طبعا. هي فين؟ مشيت يا احمد، الحقها بسرعه. حاضر يا ام. اجري. يا بت انت ايه حكايتك بالظبط؟ هو انا ايه؟
قاعد على البوابه هنا تحت امرك انت بس ولا ايه؟ مش ورق الا انت؟ هو مش حضرتك دخلتني الست هانم. ايوه بس لازم حد من ما هي من أصحاب- قالت لي امشي، هي اللي قالت لي امشي، اقسم بالله يعني هطلع من غير ما اتصل بيها بقى الاول عشان انت هتقرفيني معاك. يوه ندى انا قلت لك عايزه امشي من هنا. يا ندى يا ندى، انا تعبت عقبال ما لقيتك، انا فضلت الف وراكي. قالوا لي انت اشتغلت هنا. على فكره انا كلمت الاداره والاداره وافقت ان هي ترجعك الشغل تاني. وانا مش عايزه شغل حضرتك. انت مين طالما يا انت رضيت استاذ؟ بالظلم بالاول. انت مين انت؟ يا عم احنا كنا شغالين مع بعض في كافيه. ندى ايه ده ندى؟ وانت يا بنتي طلعتي كده؟ وانا اللي كنت فاكرك محترمه ومش وش كده. اتاري بقى الفلوس زغللت عينك، ولا انت كنت كده من الاساس؟ ايه يا استاذ عماد اللي انت بتقوله ده؟ انا قعدت سنتين معاك في الشغل وعمرك ما شفتني ان انا عملت حاجه غلط كده ولا كده، ولا عيني جت كده ولا زغت كده. لكن انا إيه شفت انت بعيني بتقوله ده؟ دلوقتي اهو. مش هو ده الاستاذ اللي انت بتقولي لي لا ده هو مش كويس؟ جايب لي مصايف في كل حته. استنى. اخرس. خلصت كلامك؟ ما انت هنا بتعملي ايه؟ انا جايه هنا اشتغل وصادفت ان هو استاذ احمد شغال ابن الست هانم. لا، وهي من النهارده بقى هتبقى صاحبة المكان. نعم ازاي يعني؟ يعني اللي انا عملته معاها في الكافيه ده كنت بختبرها، وهي لا طلبت فلوس ولا طلبت حاجه، وانا اللي عملت كده، وانا اللي ساعتها جيت عليها وهنتها. بس ده كان اختبار مني عشان اقدر اقول لك دلوقتي ان انا عايزه اتقدم لك. ما اتكلمي تقلقيش يا حبيبتي. تقدم لي انا؟ هو بيتكلم بجد. ويا ريت بقى توفر كلامك وتتكل على الله. طب لو على كده يا بنتي انا هفرح لك، ربنا يتمم لك على الف خير. بعد اذنكم. ما تسيش اتفضل. الظن يا بقى. استاذ بعد اذنك ما تسيش الظن بالناس يا استاذ، خليك كويس. ما بتقول لك ده شغاله معاك بقالها سنتين. ما انا محمد سيبه يروح لحاله. اتفضل اتفضل يا استاذ. ربنا يتمم لك بالخير يا ندى. والله العظيم يا بنتي انت صبرتي ونورتي فعلا، انت يا مشقيتي. بس لو يكون بيلعبوا عليها. ايوه الولد اللي انا شفته ده كده شكله مش كويس، واسلوبه فعلا ما كانش معاها كويس ساعة الكافيه. ممكن يكون الست دي مش امه. عادي جدا يجي بقى اي واحده ويديها قرشين ويقول لها خليكي تبقى امي، والبنت المسكينه دي تروح كده في شربة ميه. مفيش حل غير الراجل اللي هو بتاع الامن، ما زيه زينا. ايوه واكيد عارف كل حاجه عن الفيلا دي، هي امه فعلا ولا مش امه، هو انسان كويس ولا لا. انا ارجع له واكلمه، ويا رب يا رب يسمع كلامي كده ويقول الصراحه بجد. قلتي ايه؟ دلوقتي احمد بيتقدم لك وانت هتكوني صاحبة المكان ده كله ومرات ابني. واللي انت عايزاه كله احنا عننا ليك. يا جماعه انا مش فاهم حاجه، يعني انا بعد كده هقعد على البوابه والست هانم الصغيره هتبقى صاحبة المكان صاحبة وما تقولش المكان؟ صغيرة. اه. طب عندك ماشي. رأي تاني ولا ايه؟ لا ما عنديش راي تاني. احمد ندى موافقة ولا لا؟ طبعا. انا هقدر اقول لا طالما كان اختبار ما كانش حقيقة فهوافق. مش هوافق ليه يعني؟ وام اللي هتجهزك واللي انت عايزاه كله احنا مش هنخليك. اعتبريني انا امك طب سمعنا بقى زغرتي يا حاج. من غير ما اسمعك زغروت. في كلمة بس عايزة اسمعها لك الاول. اتفضلي. بقى بيتكلم كتير، شوف لنا واحد مكان. ايه؟ لا 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 ده دمه حرام عليك يا خفيف. ست هانم، ده انا عندي عيال عايزه لا ده دمه اربيها. خفيف. يبقى بعد شاكل في كده مين؟ تخليك في حالك. انا لازم يبقى ما أعرف حد. تتدخلش في اللي مالكش فيه يا محمد، واخرك البابا وبس. لا ماشي ماشي. يلا ماشي. يكتب عندنا مشاور تاني. لو سمحت يا استاذ. ايه؟ ايه يا استاذ في حاجه ولا ايه؟ معلش. البنت ندى دي او الاستاذه ندى، مالها؟ انا احكي لك حكايتها. البنت دي بنت مسكينه ويتيمه ملهاش اي حد، فانا خايف لا يكون الاستاذ احمد ده بيلعب عليها ولا حاجه. اصل اسلوبه في الكافيه ما كانش يدل اللي هو عنده الهلمه دي كلها واللي هو طيب او كويس. انا خايف لا يكون بس ناوي نيه مش وحشه، قصدي وحشه. لا يا بص انت اسمك ايه؟ اسمي عماد. بص يا استاذ عماد، احمد حد محترم جدا، والحاجه صاحبه المكان انسانه كويسه. يعني هي امه؟ ايوه. بالفعل امه يعني؟ لا ايوه امه. امه في طب هو ايه؟ في حد لو عايز يتجوز يعمل بالطريقه دي كده؟ انا هقول لك بقى، هو اتمنى برضو معاه فلوس، بيعمل اختبار برضو للبنت اللي هيبقى شريكة حياته، بيشوفها بقى طمعانة في الفلوس او مش كويسة او مش لا قدر الله ولا سمح الله، يعني بيختبرهم. في البنت دي طلعت محترمة وما همهاش الفلوس
وعاملته معامله وحشه اول ما حسيت ان هو بني ادم مش كويس ويبص لها بصه مش كويسه. عشان كده اتمسك بالبنت دي وقال مهما كان حالتها انا متقبل الوضع واتجوزها عادي. وبيتقي ربنا على فكره هو والست والدته. يعني هم ناس كويسين؟ يا استاذ ناس كويسين. وبعدين الناس دي لو وحشين انا عن نفسي ما كنتش اشتغلت معاهم هنا في الفيلا. معلش، في اوقات كتيره لقمه العيش بتضطر الواحد اللي هو يشتغل مع اي ناس وحشه مش هتفرق. لا يا استاذ، انا برضو عندي ولادي بوكلهم بالحلال، والناس الوحشه ما تلزمنيش وما اشتغلش معاها. ربنا يخليهم لك ويبارك لك فيهم، بس بالله عليك يبقى خد بالك منها عشان البنت دي ملهاش اي حد خالص. بس انت هي تخصك في ايه؟ عمال توصينا عليها كده كل شويه وتسال عنها. يا اخويا البنت دي بالذات انا عارفها بقالي سنتين وعارف حكايتها، وهي انا عارف ان هي ملهاش اي حد خالص وانا خايف عليها. انت زي ما انت شايف كده في ناس كتيره ما بترحمش حد، وبالذات اللي ملوش اهل. لا ما تقلقش، هي بقى عشان ملهاش اهل ربنا كرمها بالاستاذ احمد ده، وكل العز اللي حضرتك شايفه ده ربنا يزيدهم. هتعيش هنا. اهم حاجه بس ما يرميهاش في الشارع ولا يتجوزها يومين. لا انت فاهم غلط. الناس دي مش بتاع كده يا استاذ. على فكره اختبر بنات كتير، واللي تيجي معاها سكه واللي مش كويسه واهلهم يبقى معاهم فلوس. بس بقى اهم حاجه الشرف والثقه. ربنا يتمم لهم على الف خير. بعد اذن حضرتك انت كده طمنتني. طب ما تقعد تشرب شاي معانا هنا. لا شكرا. طب معلش ممكن اجي من وقت للتاني يبقى اطمن عليها، بس انا مش هقابلها، اكلمك انت؟ طبعا. ماشي بعد بص اذنك. خد اكتب رقم التليفون اهو. انت شكلك كويس ومحترم عشان نبقى مطمن. تعالي اقعدي. بصي بقى يا ست البنات، خلينا نتكلم في الجد دلوقتي يا حبيبتي. قبل ما نكتب كتب الكتاب احنا هنعمل فرح كبير جدا وهنعزم فيه ناس كتير جدا جدا جدا، وهتبقى ليلة كبيرة يا حبيبتي. فلازم نعرف فين اهلك ومين اللي هيحضر مكان معاكي ومين هيبقى وكيلك. بصراحة كده أنا أمي متوفية من سنة وشهرين الله يرحمه. الا بالله. وبابا يلا بقى أخد الورث كله وراح صرف على عمتي. ربنا باباكي؟ يسامحه ومعرفش عنه أي حاجة. حتى أنا في غربة دلوقتي وعارف إن أنا بشتغل ومتمرمطة. مرن سأل بنتي عاملة إيه وهي في شارع دلوقتي، بتنام فين، بتاكل إيه، بتشرب إيه. طيب ما عندكيش مثلا اعمام، اخوات صبيان؟ هم اللي كانوا بيوزعوا علينا وكانوا بيولعوا الدنيا ويسخنوا الدنيا عليه. فعادي بقى يا ست هانم، لو انتي بقى رافضه بقى. مفيش ست هانم بقى ممكن. بصي يا ندى، معنى كلامك ان انت كده بطولك ملكيش حد. الحمد لله ماليش غير ربنا ونعم بالله، وده احسن من اي حد. اسمعي، من النهارده الست دي هي مكان والدتك، ما تقلقيش. انت هتتعاملي معاها طيبة جدا وحنينة، هتحبيها. وبالنسبة لي يا بنت الناس، انا يعلم ربنا هتقي ربنا فيكي، مش هزعلك في حاجة، واللي انت عايزاه كله. وزي ما انت شايفة البيت كبير عريض، فيلا بجنينة باللي انت عايزاه كله هيبقى تحت امرك. هتملى علينا البيت وهنعيش. انت لو في حاجة من دلوقتي مخبيها علينا صرحنا بيها، اصل مفيش حاجة بتستخبى، كل حاجة مع الوقت بتبان عشان نبقى على نور. انا مش مخبيه حاجه، دي حكايتي وبس، ولا اكتر ولا اقل. وثانيا ان انت شرف ليا ان انت تكوني زي امي وغير كده انا ولا بيفرق معايا فلل ولا بيفرق معايا فلوس ولا جنان زي ما انت قلت. انا بيفرق معايا ان انا اكون في مكان بحس بيه في الامان بس. طيب كلام حلو قوي. نتكلم بقى، انتي محتاجة ايه؟ كل بنت بتحلم بأوضة خاصة بيها شكلها حلو، حاجة معينة، الانتريه نغيره، مثلا دهب، لبس. قوليلي. يا امي الحاجات دي كلها امرها سهل، احنا عايزين بس اهم حاجة نعوضها عن اي حاجة وحشة حصلت معاها، عن السنين الشقة والتعب اللي شافتها. كل ده هيحصل يا أحمد. وبعد كده كل ده هنختار مع بعض، واكيد هنخليها زيها زي اي عروسة. انا عن نفسي
هبقى ام الاتنين، ام الولد وام البنت. ما تقلقيش يا ندى، هنعمل احلى فرح وهنعزم الناس واللي عندك كله اعزميه. وخدي بالك ما تقوليش بقى ان انا مثلا اتكسف اعزم حد عشان مش من نفس المستوى كده، لا. لا ما تقلقيش. ما تحطيش في دماغك النقطه دي خالص. يعني انت شايفه واحد زي محمد لو احنا بنعامله وحش ما كانش اتجرأ وكلمنا بالاسلوب ده. شفت انا بتكلم معاه ازاي؟ أيوة، واحد من العيله. باين عليك والله ست طيبة، وانت شخص محترم يا استاذ احمد. ومعلش بقى على سوء الظن بتاع الكافيه. لا حصل خير. بفكرك انا اللي حقك عليا، ما تزعليش مني لو حصل اي حاجه. لا عادي. خديها بقى يا امي وراها الاوضه بتاعتها فوق. اكيد طبعا. عشان انا من النهارده ان شاء الله هنقل حاجتي تحت وهبقى تحت على طول لحد ما نخلص كل حاجه ويبقى في جواز رسمي يعني. بصي، تحبي تنامي معايا في اوضتي لحد ما تتمموا كل حاجه ولا تاخدي اوضه لوحدك؟ لا هنام جنبك، انا بخاف انام لوحدي اصلا. خلاص ماشي، يلا بينا. يلا. يلا. هي دي اللي الواحد بيدور عليها من زمان.